مع بداية دخولنا في عصر الواقع الافتراضي واللي أعلنت عنه شركة فيسبوك اللي اتغير اسمها حاليا إلى شركة ميتا، أصبح شغل جميع شركات التكنولوجيا الاستفادة من النظام الجديد ومحاولة إيجاد أكثر من وسيلة للاستفادة والتربح من خلاله، سواء بشراء أراضي أو أصول في عالم الواقع الافتراضي الجديد. وده حصل فعلا لما اشترت شركة كندية قطعة أرض افتراضية ودفعت ثمنها بعملة الديسنترلاند الافتراضية المشفرة بما يعادل 2 مليون دولار، أو تجهيز تطبيقات وبرامج ذكية في محاولة للتواجد في العالم الجديد عن طريق ربط الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري. وده كمان حصل لما اخترع إيلون ماسك الشريحة الذكية اللي بيتم زراعتها في العقل البشري، واللي سبق وعملنا حلقة عنها. عايزك بقى كده توسع خيالك معايا شوية وتستقبل اللي هقوله لك ده، وتأكد انه مش خيال علمي، لكن ده حقيقي جدا وتحت التجارب، وهيكون قريب قوي النمط المعتاد لحياتنا. يمكن تستغرب من اللي هتسمعه وتشوفه في الحلقة، ويمكن أول مرة هتسمعه، لكن مش عايزك تشك ولو للحظة إنه صعب تطبيقه. فمن 10 سنين فاتوا لو كان حد قالك إن في خلال ال10 سنين الجاية هيكون في عربيات بتمشي لوحدها في الشارع، كنت هتقول عليه مجنون أو تعمل عليه حفلة تريقة أنت وأصحابك. لكن اللي حصل فعلا إن بقى في عربيات ذاتية القيادة، صحيح لسه في أولى تجاربها، لكن خلاص أصبحت واقع موجود وقريب هتشوفها في الشوارع. اللي عايز اقوله ان لما مارك زوكربيرج مؤسس وصاحب شركة فيسبوك يصرح ويقول ان في خلال ال10 سنين الجايين هيكون في عالم افتراضي موازي للعالم الواقعي، وان اغلب تطبيقات الموبايل والكمبيوتر بتعزز الواقع الافتراضي الجديد، وان اغلب الناس هتعيش في داخل الواقع الافتراضي وتقضي فيه اغلب اوقاتها، يبقى لازم تصدق ان هو ده الواقع اللي هتعيش فيه، وده هيكون ستايل حياتنا سواء رضيت او لم ترضى. ولازم يكون عندك فكرة ولو بسيطة عن شكل الحياة في المستقبل هتكون ازاي، وايه اللي بدأت فيه شركات التكنولوجيا بالفعل في تجربته من تطبيقات وبرامج استعدادا للواقع الافتراضي الجديد. خليني استعرض معاك شوية حاجات بسيطة عن شكل الحياة والتطبيقات الذكية في المستقبل، وايه اللي الشركات بدأت بالفعل عمل التجارب عليه استعدادا للمرحلة القادمة. من فترة قصيرة أعلنت شركة يابانية عن تسجيلها براءة اختراع كاميرا بيتم زراعتها في داخل العين، وبتلتقط الصور والفيديوهات بمجرد رمشة عين بتستمر لمدة 5 ثواني، وتوقف التصوير لما ترمش تاني لمدة 5 ثواني. ودي هتكون بداية انتهاء عصر الكاميرات التقليدية أو نظارات الواقع الافتراضي، لأن كل ده هيكون مزروع جوه عينيك. وطبعا بدأت شركات التكنولوجيا في تطوير التطبيقات اللي هيتم استخدام الكاميرا دي فيها، منها مثلا برامج الرقابة الأبوية على الأطفال القُصّر. فبدل ما تنزل برامج للتحكم فيما يشاهده طفلك على شاشات الموبايل أو التلفزيون، لا ده انت تقدر تتحكم في اللي يشوفه ابنك سواء في العالم الحقيقي أو الواقع الافتراضي. يعني ببساطة تقدر تشوف اللي شايفه ابنك في أي لحظة وتعمل عليه فلتر. مش بس كده، ده انت تقدر تبرمج الكاميرا على حذف أو عمل فلتر محدد سابقا على أي مشاهد مش عايز ابنك يشوفها، زي مشاهد العنف والمشاهد الدموية أو المشاهد الجنسية. طبعا ده كلام زي الفل وهيبسط الآباء والأمهات جدا، لكن للأسف هم شايفين الجانب الإيجابي فقط، لأن الجانب السلبي وتأثيره على الأطفال ونموهم الطبيعي وطريقة إدراكهم للأشياء وتحليل المشاهد في حياتهم العملية هيتضرر جدا، وهينشأ جيل أو أطفال مبرمجين على نمط معين للحياة وغير جاهزين للتعامل مع متغيرات المواقف في حياتهم. كمان من البرامج اللي هتكون مجبر عليها هيكون موجود نظام التقييم المجتمعي، وده كمان موجود حاليا في الصين، لكن بصورة مقننة فقط للجهات الحكومية عن طريق الكاميرات الذكية اللي بتتعرف على الوجه، لكن هيكون بصورة مختلفة وهيكون تطبيقه في المستقبل إلزامي وبصورة عامة للجميع. يعني لما تشوف واحد صاحبك وتصبح عليه هتديله تقييم، ولما تروح تشتري حاجة تدي للتاجر تقييم، وهكذا. وكل ده طبعا بيأثر في تقييمه العام، زي بالظبط لما تلاقي بوست على السوشيال ميديا وتعمل عليه لايك، لكن الفرق انه هيكون لايك للشخص نفسه. وهيتم استغلال التقييم العام للأفراد من الجهات الحكومية أو الشركات، فمثلا اللي تقييمه أقل من المستوى المطلوب هيتم منعه من دخول المناسبات أو العمل في الشركات أو حتى التعامل مع الجهات الحكومية نفسها. أخطر حاجة في التكنولوجيا الجديدة إنك بتتحول لسلعة مفتوحة على الإنترنت، وكل خصوصياتك وحياتك الشخصية بتكون أونلاين، وإن التواصل بين الأفراد هيكون عبارة عن طريق تواصل على الشبكة، وتقدر حتى تعمل بلوك لأي شخص مش عايز تشوفه في حياتك.
المشكلة الحقيقية انك لو فاكر انك انت الوحيد اللي تقدر تتحكم في اختياراتك تبقى غلطان، لان كل البرامج دي بتكون تحت امر الشركات والكيانات العملاقة، وهي اللي فعلا تقدر تتحكم فيك وفي اختياراتك، وتقدر في اي لحظة تحولك لآلة بشرية تابعة ليهم بتتلقى الاوامر منهم، وهو ده اللي عايزينه، الطاعة العمياء للنظم الحديثة. في الاخر دايما بفكرك تكتب لنا في التعليقات عن ملاحظاتكم، وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وتعمل شير ولايك للفيديو لو عجبك.